ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. حلقة النهاردة هي عن كتاب سيرة غير ذاتية غير موضوعية، وده الوصف اللي وصف بيه الكاتب عبد الوهاب المسيري كتابه رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر، إصدار دار الشروق. أول مرة عرفت عن الكتاب ده كان من خلال جروبز القراءة على فيسبوك من 4 أو 5 سنين كده. كنت منزلة بوست عن كتاب السيرة الذاتية الخاص بجلال أمين اللي اسمه ماذا علمتني الحياة. فأحد القراء نصحني إني لو بحب النوع ده من الكتب ممكن أقرأ كتاب عبد الوهاب المسيري رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر. لفت نظري البلاغة الموجودة في العنوان. دكتور عبد الوهاب المسيري برضه مش أي حد، فلازم عنوانه يبقى مختلف. ولما سألت عن الكتاب لقيته ضخم جدا وغالي قوي، فقررت إني أجرب فكرة الكتاب الصوتي. وقتها كان موضوع الكتب الصوتية ما بقالوش كتير. دخلت على اقرأ لي، لقيت الكتاب وبدأت أسمعه، لكن ما كملتوش لأني معرفتش أحس بالتواصل والتعايش مع صوت الكاتب في الكتاب وهو بيحكي عن حياته، بسبب إن فيه صوت تاني وسيط بيني وبينه. يمكن كنت لسه متعودتش على فكرة الكتاب الصوتي، لكني حبيت الحكاية جدا، وحبيت دمنهور اللي نشأ فيها دكتور عبد الوهاب المسيري وحكى عنها. ولما رجعت أقرأ الكتاب تاني على أبجد، اكتشفت إن الحكاية مش حكاية حياة وتفاصيلها وذكريات تقليدية، لا، هي زي ما العنوان بيقول كده بالظبط، سيرة غير ذاتية، لأنها سيرة فكرية. الخط الأساسي في الكتاب هو خط الأفكار، ولأن حياة الكاتب عبد الوهاب المسيري هي رحلة تكوين فكري في الأساس تتخللها أحداث الحياة، فكان منطقي أثناء القراءة إني ألاقي إن الخط الأساسي اللي ماشي دايما فيه هو أفكار دكتور عبد الوهاب المسيري وتأمله لرحلة تكوين وتطور وتغير هذه الأفكار على مدار عمره. الأحداث الحياتية اللي بيحكيها في الكتاب هي فقط الأحداث اللي أثرت في تكوينه الفكري. يمكن الكاتب عبر عن ده في المقدمة وقال: الصفحات التالية هي قصة حياتي أو رحلتي الفكرية كمثقف عربي مصري، وليست قصة حياتي الخاصة زوجا وأبا وابنا وصديقا وعدوا. هي ترصد تحولاتي الفردية في الفكر والمنهج، ولكنها تؤرخ في الوقت نفسه لجيلي أو لقطاع منه. أحداث حياتي لا أهمية لها في حد ذاتها، وإنما تكمن أهميتها في مدى ما تلقيه من ضوء على تطور الفكري. ولما تأملت العنوان رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر، فكرت في ال3 كلمات دول: البذور، الجذور، الثمر، ممكن يكون معناهم إيه؟ ولقيت في المقدمة الكاتب بيوضح ويقول: البذور هي تكويني في دمنهور، الجذور حياتي الثقافية بأسرها، أما الثمر فهو الأفكار. وطبعا من أهم نتاج أفكار دكتور عبد الوهاب المسيري زي ما كلكم عارفين هو موسوعته الشهيرة موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، اللي بتتكون من 8 مجلدات. وبيحكي الكاتب إن الكتاب اللي بنتكلم عنه النهاردة رحلتي الفكرية بدايته أساسا كانت مجرد إن الكاتب بيحاول يكتب مقدمة للموسوعة، ولكن تطورت الكتابة وزادت وتحولت إلى تأملات منفصلة عن فكرة الموسوعة، ولقى قدامه صفحات تصلح تماما إنها تكون كتاب مستقل بيتناول رحلته الفكرية بمراحلها. وبما إن الكتاب بيتكلم عن الأفكار وتأملها، فبالتالي طبيعي إن طريقة الكتابة هيبقى فيها مصطلحات مش دارجة، وهيبقى فيها عمق شوية في التعبير وفي الأفكار. وفعلا الكتاب احتاج مني قراية أبطأ من أي كتاب تاني. كنت ساعات أرجع وأقرأ جمل وفقرات أكتر من مرة لو حسيت إن الفقرة فيها مغزى أنا حابة أعيشه وأفهمه أكتر، وساعات فقرات كنت بفوتها وما بقفش عندها كتير حتى لو ما استوعبتش الكلام بشكل كامل. ويمكن اللي خلاني طول الوقت مكملة في الكتاب رغم غوصه في أفكار وتجارب الدكتور الدراسية اللي مش كلها سهلة الهضم للقارئ العادي اللي زيي، هو إني حبيت شخصية دكتور عبد الوهاب المسيري البسيطة صاحبة الدم الخفيف الواضح جدا طول الكتاب. في أجزاء من حكاياته عن حياته في أمريكا واختلاف الثقافات ومحاولاته للتكيف بيحكيها في الكتاب بخفة دم مصرية أصيلة. أنا فعلا كنت بضحك، ده غير روح الكاتب البسيطة والغير مفتعلة طول الوقت. اللي شاف فيكم لقاءات عبد الوهاب المسيري التلفزيونية والفيديوهات الموجودة ليه هيفهم قصدي. هو بيقول كلام مهم لكن بروح خفيفة ولطيفة، لأنه مش لابس دور مختلف عن حقيقته. ملوش مثلا شخصية علمية وشخصية عادية، لا، هو طبيعته كده، توليفة من البساطة وخفة الدم واللطف والعمق في المعرفة والقدرة غير عادية على الخوض في الأفكار والحديث عن المفاهيم وأصل الأشياء وتحليلها بمنتهى السلاسة. هو ده تكوينه. الأفكار والعلم بيجروا منه مجرى الدم، وتكوينه الفريد ده هو اللي خلى لقاءاته مفهومة وبتنور دماغ أي شخص عادي يتفرج عليها.
ولما تقروا الكتاب هتلاقوا إن دكتور عبد الوهاب كان محبوب جدا من أصدقائه وتلاميذه، شخص مسالم ولطيف ويملك روح طفولية تمارس الدهشة والاستمتاع بكل ما يكتشفه. ودايما تلاقي خلال قراءة الكتاب حالة تأمل دائمة. ومن الحاجات اللي تأملها وحللها عبد الوهاب المسيري في حكاياته لما حكى إنه قابل على مدار حياته الفكرية زي ما سماهم 3 ذئاب فكرية حاول يتغلب عليهم: الثروة والشهرة والذئب المعلوماتي. ويحلل بقى مصدر كل ذئب ويحكي إزاي تعامل معاه، صراعاته الداخلية يعني بيحكي عن الثروة وإزاي إنه فضل فترة عنده رغبة في تكوين ثروة مالية، وبيرجع ده إلى إنه أصلا من عيلة غنية في دمنهور، عيلته بتشتغل في التجارة، فمقياس النجاح فيها كان دايما مرتبط بالمال. لكن أيضا الجانب الآخر في أسرته اللي بيتمثل في شخصية والدته، وفي مجتمع دمنهور اللي فيه تراحم ومودة واهتمام بكل ما هو روحاني وإنساني وأخلاقي. الجانب ده خلاه يقدر يوزن الأمور ويفكر بأن مشروعه الثقافي والفكري اللي شغله طول الوقت مش من طبيعته جني المال، لكنه هيجني حكمة وآفاق ثقافية واسعة، وأن أسلوب الحياة اللي هو اختاره بيقوم أساساً على الفكر والثقافة والعلاقات الإنسانية الدافئة الحقيقية. وده بالنسبة له بيحقق له رضا وإحساس بالإنجاز أكتر من فكرة تراكم المال. وذئب المال يمكن هو أقل خطر واجهه دكتور عبد الوهاب المسيري، لأنه زي ما بيحكي إنه كان شيء خارجي قدر يتعامل معاه، لكن الصراعات التانية اللي أشار إليها كانوا عبارة عن صراعات داخلية أكتر، هي الشهرة والمعلوماتية. الشهرة كلنا عارفينها، وهي شيء كان موجود في حياته بشكل قوي، خصوصا لما كان بيدرس في أمريكا ونشر دراسات في فكرة الصهيونية، ورجع بعدها مصر بقى بيكتب في الأهرام ويطلع في برامج بشكل متكرر، وكان كل حاجة يكتبها بتلاقي على طول مكان تتنشر فيه. ولأن مشروع عبد الوهاب المسيري هو الكتابة عن الصهيونية والصراع العربي الإسرائيلي، فبعد فترة لما سافر أمريكا كمل دراساته ورجع تاني بقى مصر، وجد الاتجاهات السياسية في البلد أصبحت مختلفة، فكل الأماكن اللي كانت مفتوحة له عشان يتكلم من خلالها تم إغلاقها أمامه. وساعتها بدأ يحس بضيق من هذا الاختلاف في إقبال الناس عليه. قرر إن هو لازم يحسم الأمور فكريا مع نفسه ويوصل لتسوية ما تجعله متسق مع أفكاره. والمنطق اللي وصل له هو إنه فكر نفسه بإن الشهرة هي وسيلة لتحقيق مشروعه الفكري والثقافي، لكن هي مش غاية في حد ذاتها. ولو هيضطر يتنازل عن مشروعه الفكري عشان الشهرة، فيبقى إيه لازمة الشهرة أصلا؟ ويعبر عن ده ويقول: أخبرت ذئب الشهرة داخلي أني لا أمانع في الشهرة حسب شروطي، تماما كما أني أحب الثروة بمقدار ما تخدمني. نيجي بقى للذئب الثالث اللي وصفه بالمعلوماتية. مصطلح المعلوماتية ده اتكلم عنه عبد الوهاب المسيري أكتر من مرة في الكتاب. المعلوماتية زي ما قال هي فكرة الإغراق في التفاصيل العلمية، وانت بتكتب أي مشروع فكري وعلمي بيبقى فيه معلومات كتير، فازاي ما تاخدكش الجلالة وتغرق في سرد المعلومات كلها، لكن تركز كده وتاخد منها فقط ما يلائم المنظور الأوسع والأشمل اللي بيتناوله الكتاب. وده صراع من الواضح إنه كان موجود عند دكتور عبد الوهاب المسيري وكتير من الدارسين والعلماء اللي يعرفهم. وشرح بتفصيل ويقول: هو ذئب خاص جدا جواني لأقصى درجة، الرغبة العارمة في أن أكتب كتابا نظريا إطاره النظري واسع وشامل للغاية، ولكنه في الوقت نفسه يتعامل مع أكبر قدر ممكن من المعلومات والتفاصيل. وأطلق على الصيغة دي بأنها الصيغة المستحيلة. واللي خلاه ما يستسلمش لذئب المعلوماتية هو تجارب أصدقاء ليه إغراقهم في التفاصيل العلمية لدرجة عدم قدرتهم على إتمام أي مشروع للآخر، لأنهم دايما حاسين إن لسه فيه أكتر. ولمعرفته بقدرهم وذكائهم وعلمهم الواسع زعل إن هم ما قدروش يتخلصوا من الإحساس ده، وقرر إن هو هيتجنب الانزلاق في هذه المشكلة. ويمكن منبع المعلوماتية عند الدكتور عبد الوهاب المسيري هو حالة القراءة والرغبة الكبيرة في المعرفة اللي عاش فيها طول عمره. شغفه بالمعرفة بدأ من مكتبة البلدية في دمنهور. دي يمكن أول حكاية في فصل في الكتاب بعنوان بدايات الهوية، اللي بيحكي فيه كتير من ملامح بدايات تكوينه الفكري. وأول حاجة قراها دكتور عبد الوهاب المسيري في مكتبة البلدية هي كتب كامل كيلاني. كتب كامل كيلاني هي كتب ملونة للأطفال. كامل كيلاني هو أيقونة في قصص الأطفال ومؤلفاته، تعتبر من الكلاسيكيات في هذا الفن. ويحكي دكتور عبد الوهاب إزاي إنه شعر بفرحة كبيرة وهو بيقرأ القصص دي، وأمين المكتبة لما شاف انبهاره واستمتاعه بالكتب شجعه وبدأ يرشح له كتب تانية جديدة. واللي عرفه أصلا بقى سكة المكتبة في دمنهور هو مش حد من أسرته، لا هو صديق له كان معاه في المدرسة. أسرته لأنهم كانوا تجار فما كانش فيه عندهم اهتمام بالقراءة، لكن صديقه ده كان من أسرة بتتذوق الأدب والفن. ولما عبد الوهاب المسيري زار الصديق ده في البيت لاحظ إن الأسرة دي مختلفة عن أسرته، بيتناقشوا في حاجات مختلفة عن المواضيع اللي متعود يسمعها في بيته. وشكل البيت كمان كان مختلف،
في لوحات متعلقة على الحيطة، في تحف لفتت نظره، وده رغم إنهم كانوا أقل اقتصاديا من أسرته. ودي كانت بداية إحساسه بفكرة الفن وبإن في متعة في الحياة هو لا يعلم عنها شيئا. وبدأ إحساسه بالانفصال عن الواقع، وإن تفكيره بيشوف الحاجات بشكل مختلف. شرح دكتور عبد الوهاب المعاني دي كلها تحت عنوان حلقات الانفصال، وإزاي إنه كان لازم يفكر في كل حاجة ويلاقي لها معنى وتفسير. كان كمان بيفكر دايما بطريقة الرموز، يتأمل الأشياء ويخللها معنى ما ترمز إليه، زي المكرونة اللي كان من فرط حبه ليها بيعتقد وهو طفل إنها طعام أهل الجنة، ويحكي إزاي إن أكلها بالنسبة له كان تجربة روحية ملهاش أي علاقة بإشباع الجوع. وفضلت الرمزية دي معاه دايما حتى في أعماله الفكرية. كان بيتكون مع الوقت رمز معين أو حالة أو معنى بيمثلها كل عمل فكري. والرمزية وحالة انفصاله عن واقعه ما كانتش موجودة بقدر كبير في المدرسة. بالعكس، يبدو من كلام عبد الوهاب المسيري إن رحلته الدراسية في دمنهور هي اللي احتضنت اختلافه واستوعبت أفكاره. وشرح إزاي في المدرسة كان بيتعلم تعليم ممتع، وكان حظه إن المدرسين كانوا مؤمنين بيه وشايفين فيه شيء عبقري. رغم إن مستواه الدراسي ما كانش متفوق، كان ساعات بيسقط ويعيد السنة، لكن مثلا كان مدرس التاريخ بيطلب منه أبحاث خارج موضوعات المنهج، وكان يقراها في الفصل ويمدح فيها وسط زملائه. والمدرس ده بالتحديد هو اللي خلى عبد الوهاب المسيري يتفوق ويحاول يحقق توقعات المدرس فيه. وحكى كمان إزاي إن مدرس الفلسفة كان هو بداية حياته الفكرية الحقيقية، لأن هو اللي علمه إزاي يفكر ويشك في الأمور من غير ما يغرق في نوع من الإحساس بالعدمية. ويوصف دكتور عبد الوهاب تجربته مع التعليم في مصر بأنها تجربة سعيدة للغاية، ويندهش من المفارقة اللي شافها بعد كده في تجارب أولاده في التعليم، وبأنه تحول إلى إنك بتتعلم إزاي تنجح في الامتحانات. ويمكن وانتوا بتقروا هتلاقوا ان الاجزاء الخاصه بالطفوله والدراسه ممتعه اكتر في القراءه، لانها بتحكي عن البدايات والتكوين وازاي كل شيء اتولد وابتدى مع دكتور عبد الوهاب. لكن مرحله الازدهار الحقيقي لشخصيته وتكوينه كانت في جامعه الاسكندريه ودراسه الادب الانجليزي. ودي يمكن من امتع ما في الكتاب بالنسبه لي، لانه وصفه للاسكندريه في الوقت ده، يا جماعه احنا بنتكلم في سنه 1955. الوصف بتاعه كان مبهر، بيحكي ويقول إنه لما وصل اسكندرية وجد نفسه في قلب مدينة مصرية اسما غربية فعلا. سكن في الإبراهيمية اللي كان فيها يونانيين كتير، لدرجة إن بياع الخضار كان بينادي على بضاعته باليوناني مش بالمصري. ولما دخل كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية لقى كل اللي هناك بيتكلموا إنجليزي، حتى جدول المحاضرات اللي متعلق في الجامعة مكتوب باللغة الإنجليزية، وكتير من الطلبة اللي معاهم أجانب. وعشان يتكيف بقى مع كل ده قرر إنه لازم يتقن اللغة الإنجليزية تماما. وفعلا فضل يسمع إذاعات أجنبية ويقرأ كتب ومجلات إنجليزية، وبعد كام شهر كان مستواه اتحسن كتير بشكل أدهش الأساتذة بتوعه، اللي يحكي عنهم بأنهم كانوا بيدرسوهم بحرية وبدون تقيد بأي مقررات. كانت المحاضرة هي نوع من النقاش، أسئلة الامتحانات إجابتها بتبقى عبارة عن مقالات تحمل رأي الكاتب ووجهة نظره في موضوع السؤال. لكن ده خلى العملية التعليمية أصعب مش أسهل. ويحكي دكتور عبد الوهاب المسيري إن بسبب كده عدد الطلبة كان بينقص بالتدريج سنة ورا سنة، لحد ما الدفعة اللي بتتخرج في الآخر تصفصف على 8 أو 10 طلاب بالكتير. ومن أكتر الأساتذة اللي أثروا في عبد الوهاب المسيري في مرحلة الجامعة هي دكتورة اسمها نور شريف، وهي رئيس قسم اللغة الإنجليزية في الكلية. اتأثر بيها وبشخصيتها لدرجة إنه سمى بنته على اسمها. وحكى دكتور عبد الوهاب إزاي إن دكتور نور كانت بتتعامل مع دورها وكأنه رسالة مش مجرد وظيفة، وكانت بتناقش معاهم النصوص الأدبية بشكل يخلي المحاضرة حوارية تماما. ويمكن طريقة التعليم دي كانت سبب في نوع مميز من الثقة بالنفس تمتع بيه دكتور عبد الوهاب المسيري في سنوات استكماله للماجستير والدكتوراه في جامعة كولومبيا في نيويورك. والثقة دي هي اللي أنقذته في أول موقف مر بيه في أمريكا. لما وصل هناك لقى إن في امتحان زي تحديد مستوى كده بيتعمل لكل الدارسين، امتحان عبارة عن أسئلة بيتجاوب عليها بنعم أو لا فقط. اتفاجئ من طريقة الامتحان لأنها مختلفة تماما عن الطريقة اللي اتعود عليها في جامعة الإسكندرية من أسئلة بيجاوب عنها بمقالات. وبدأ يفكر في الأسئلة اللي قدامه دي، كان شايف إن كتير منها إجاباته ما تنفعش نعم ولا تنفع لا، هي إجابة في النص تتطلب شرح وما ينفعش يشرح. فطبعا النتيجة إنه ما نجحش في الامتحان ده، وطلع من الجامعة قرار بإنه يقضي 2 في دراسة اللغة الإنجليزية قبل ما يبتدي دراسة الماجستير. فطبعا ده كان بالنسبة له تهريج، يعني هيتعطل 2 بدون داعي. ونتيجة ثقته بنفسه ما خافش وما استسلمش للنتيجة، ولا كان عنده مثلا رهبة المكان الجديد والدكاترة المهمين الموجودين، لكن بالعكس توجه إلى المسؤولين عن الاختبار ده، اتكلم معاهم، شرح لهم إزاي إن طريقة الاختبار ده مش بتقيس معلومات القارئ أو قدرته على فهم الأمور، لكنها بتقيس سرعة البديهة.
وده مقياس مختلف تماما عن اللي هو متعود عليه في الامتحانات، وإن النتيجة اللي طلعت دي ملهاش أي علاقة بقياس قدراته العلمية. الغريب إنهم نتيجة المنطق والثقة في كلامه قرروا إن هو يعيد الامتحان، والمرة دي جاب أعلى درجة في كل المتقدمين للدراسات العليا. وبيعتبر دكتور عبد الوهاب المسيري إن الموقف ده هو أول مواجهة بينه وبين الحضارة الأمريكية، وواجه أمور كتير في الجامعة بعد كده قدر يتخطاها، وقدر كمان يغير من الأجزاء اللي تبدو عقيمة في النظام. كان بيواجههم بتعليقاته ورأيه ومنطقه وعلمه، وفضل المنطق والعلم وتأكده من اللي بيعبر عنه هو سلاح دكتور عبد الوهاب المسيري في كل معاركه اللي دايما كانت بتتسم بالهدوء والإصرار. ويمكن من أكبر المعارك اللي خاضها في حياته هي مشروع عمره، الموسوعة، واللي الحكي عنها في كتاب رحلتي الفكرية بيحتل تقريبا النص التاني من الكتاب. تفاصيل كلام دكتور عبد الوهاب عن الموسوعة ومراحل كتابتها هي تفاصيل مثيرة جدا للاهتمام، وده لأنه مشروع اتكتب على مدى أكتر من 20 سنة. وكتير كنت بسأل نفسي هو ليه دكتور عبد الوهاب المسيري وهب علمه وفكره وروحه وحياته لهذا المشروع؟ والحقيقة هو جاوب على السؤال ده لما حكى عن أول مرة انشغل فيها ذهنه بفكرة الصهيونية. كان في الجامعة في لقاء بين الطلبة والدكاترة، وقعدت جنبه طالبة عرفت نفسها بإنها يهودية، ولما سألها عن جنسيتها صممت ترد بكلمة يهودية. فهم بعد كده إن الزميلة دي بتكره نموذج إسرائيل وبتشمئز منه، وهي ترفض أن تعرف نفسها بإنها أمريكية أو إسرائيلية، فتمسكت بتعريف نفسها بإنها يهودية. والموقف ده زي ما يحكي الكاتب هو اللي خلاه يتعمق في الموضوع، وبدأ يدخل مناظرات في الجامعة في أمريكا بتثبت وحشية نموذج إسرائيل. تعرف كمان بعد كده على طالب عراقي يهودي سافر إسرائيل 2 سنين، وعبر الدكتور عبد الوهاب إن الحياة هناك لا تطاق، وإنه سافر فقط عشان يقدر يهاجر لأمريكا من هناك. وقال له إن معظم اليهود الغربيين الموجودين في إسرائيل محافظين على علاقتهم بقرايبهم اللي عايشين في أوروبا عشان لما تسقط إسرائيل يقدروا إن هم يسافروا لهم. ودي كانت نقطة زادت من بحث واهتمام دكتور عبد الوهاب في فكرة الصهيونية. إزاي إن سقوط الكيان ده أمر مطروح عند اليهود نفسهم وكأنهم عارفين إنه هيحصل. وتتوالى المواقف والخبرات والدراسات اللي بتتحكي في الكتاب وكأنها طريق مرسوم وقدر لدكتور عبد الوهاب المسيري فضل يلح عليه ويخليه يتعمق أكتر وأكتر في دراسة الصهيونية، ويعبر عن ده ويقول: ظلت الصهيونية تلاحقني، وكلما انتهيت من كتاب الدراسة ما عن الصهيونية كنت أجد نفسي مضطرا لكتابة الثانية ثم الثالثة وهكذا. كنت أشعر أحيانا أن من يدفعني إلى ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه مشيئته. ورحلته في كتابة هذه الموسوعة اتقابلت بردود فعل مزعجة جوه مصر وبره مصر، لكنه ذكر اسمين تحمسوا لتخصصه في الصهيونية وانبهروا بالدراسات اللي هو عاملها: دكتور أسامة الباز والأستاذ محمد حسنين هيكل، اللي عرض عليه إن هو يشتغل في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام كمسؤول عن الفكر الصهيوني. ورغم الدعم ده والتقدير إلا إنه واجه صراعات لها علاقة بدخول فكرة التطبيع لمصر. ناس كتير بدأت تحاول ترجعه عن إن هو يكمل مشروعه بحجة إن الزمن الجاي مختلف، وإن الكلام عن الصهيونية أصبح موضة قديمة عفى عليها الزمن، وإن عملية السلام هتكتسح الكل. لكن دايما الانتفاضات والأحداث الفلسطينية كانت بتثبت إن كل ده كلام فارغ. يحكي الكاتب إزاي انهمك تماما في مشروع الموسوعة اللي لما حاول يفتكر هو ابتدى إمتى احتار. هل البداية كانت من تاريخ 1965 لما نشر أول دراسة عن الصهيونية، ولا سنة 1975 لما عمل تطوير لموسوعة كتبها بتضم المفاهيم والمصطلحات الصهيونية؟ فنقطة البداية ما كانتش واضحة لأنها متراكمة على مدار السنين، لكن الأكيد إن الرحلة دي اكتملت في سنة 1998 لما سلم الموسوعة كلها إلى دار الشروق. فضلت مرحلة التنسيق والإخراج لمدة سنة وبعدها اتنشرت. كتاب رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر اللي بيحكي عن كل الحاجات دي هو كتاب مختلف وكبير ومهم، لكنه في النهاية كتاب سيرة ممتع ودافئ دفء روح الإنسان اللي عنده هدف ورحلة حقيقية في الحياة وما عندوش أي قدر من الاستعراض. ويمكن ده اللي حسيته لما وصلت لآخر جزء في الكتاب، الجزء بتاع ملحق الصور اللي كلنا بنحبه، واللي بيبين الخفة والبساطة الموجودة في روح الكاتب وأسرته، حياته المتواضعة، شكل بيته اللي باين جدا إنه بيت أسرة بتهتم بالتاريخ والأصالة، وإزاي إن كان موجود في بيته مشربية قديمة صممها بنفسه، البلكونة اللي له فيها أكتر من صورة واللي واضح عليها لمسات الجمال في الزرع الموجود واللوح اللي على الجدران. ملحق صور بيزود من حقيقة الحكاية وجذورها، وبتكتمل بيه الصورة الذهنية اللي بيكونها القارئ عن هذا المفكر الفريد عبد الوهاب المسيري. وبكده نكون وصلنا لآخر كلامنا النهاردة عن كتاب رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر.
كانت معاكم ياسمين غبارة، نتقابل على خير الحلقة الجاية في سكة قراية بلس.